عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكل اللي بيتابعونا على قناة تاكسي وكل اللي بيشوفونا لأول مرة. هكلمكم النهاردة عن منتجات ماي واي. في شوية حاجات فيها نازلة ما بقالهاش كتير، حاجات منها جربتها هقول لكم رأيي فيها، كمان الحاجات اللي أنا بحبها جدا برضو هكلمكم عنها، عن الأسعار بتاعتها والحاجات اللي غير الحاجات الحلوة فيها. فيلا بينا نتكلم عن أول حاجة وهي الشاورات دي كانت لسه نازله في ماي واي من كام شهر كده، وبصراحه من ساعه ما شفتها وانا كنت حابه ان انا اجربها جدا. ده كان اول واحد، هما الاتنين نفس التركيبه على فكره، نفس المكونات، يعني مكتوب عليه كوكونات وارجان اويل، ولكن الروايح مختلفه. اكلمكم عن ده الاول. اول حاجه هو شاور جل، يعني مش مرطب قوي للجسم لكن فيه ترطيب بسيط جدا. الرغوه بتاعته حلوه جدا، ريحته لطيفه، ريحته خفيفه، ريحه جوز هند ولكن خفيفه جدا. شاور يومي تاخديه في الصيف حلو قوي ومناسب قوي ولطيف وانا حبيته. وتاني واحد جبته وجربته، ولما شميته اول مره وانا في الشركه بجيبه ريحته عجبتني جدا، كانت قويه جدا وحسيت انها كده منعشه وريحه نظافه حلوه قوي. ريحه طلعت مختلفه، حاسه ان انا شميتها حاجه واللي انا بستخدمها في الشاور حاجه تانية. ريحته يعني شجري شويه، مسكره محلونه، انا مش بميل للحاجات دي قوي، ولكن برضو يعني حبيتها، حسيت انها لطيفه منعشه كده للصيف، مش ترطيب قوي قوي، لكن دي من الحاجات بصراحه اللي عجبتني وممكن اجيبها تاني. الحجم بتاعه 540 مللي، يعني حجمه حلو قوي، هيقعد معاكي مده كبيره. السعر 65 جنيه. حلوه اللي هم عاملينها وبتعجبني قوي لما بشوفهم بيعملوا كده، ان زي ما بيكون المنتج حلو من جوه، احب كمان ان الباكج اللي هم عاملينه يكون كمان شكله حلو كده، ان انت كده جايبه حاجه يعني قيمه كده وشكلها كويس. اكلمكم بقى عن الكريم ده انا كنت جايباه من فتره مش كبيره، اقدرش اقول برضو ان الكريم ده من الحاجات القديمه بتاعت ماي واي. هو في منه اللون ده وفي واحد تاني لونه بينك. ده الشكل بتاعه، والحلو فيه ان زي ما انتم شايفين حجمه صغير، يعني ينفع معاكي في الشنطه وانتي خارجه. الكريم ده اسمه سوفت سكين ماجيك. انا كنت حابه اجيب البينك الاول، لما بتعمليه على ايديكي مش بيتفرد بسهوله بسرعه، لا بياخد وقت لحد الايد امتصته كله وتوزع. ترطيبه بقى بصراحه ترطيبه حلو جدا، لو في الشتاء حطيتي منه شويه اكتر هتلاقي ان هو ترطيبه حلو قوي معاكي في الشتاء. في الصيف لو خدتي الكميه العاديه بتاعته على صباعك كده نقطه صغيره برضو ترطيبه حلو جدا، مفيش احساس ان هو عرقلك ايديكي او زيتها او لمعه او الحاجات دي كلها. الحاجه الوحيده اللي ما عجبتنيش فيه ريحته مش لطيفه، يعني ما حسيتش ان ريحته حلوه، فبصراحه انا مش هكرره تاني عشان خاطر الريحه بتاعته. اللي هنزلكوا صورته دلوقتي اللي هو اخوه، بس الريحه مختلفه. جربته برضو وشميت الريحه بتاعته بقى جميله جدا. خليه معايا لان حجمه صغير زي ما قلت لكم. اسعارهم الحمد لله لحد دلوقتي رخيصه جدا، 25 جنيه، ولو غلي ممكن يبقى 30 جنيه. هقول لكم بقى على اكتر الحاجات اللي انا بحبها من ماي واي واكتر حاجات جربتها، وهي اللوشنات. اللوشن بتاع ماي واي اكتر لوشنات جربتها وحبيتها وكانت عجباني جدا، ما لقيتش فيها غلطه، وهي بتاعت ماي واي. اول مره انا بقى اجيب الريحه دي واجربها اللي هي بتاعت جارديان، وانا كنت دايما بجيب اللي هي الفانيليا والشوكولاته والورد، وعامله لهم تقريبا ريفيو عندي هنا على القناه. طبعا الاسعار زمان كنت بجيب الواحد ب 18 جنيه و15 جنيه، بعد ما غليوا اسعارهم وصلت ل 50 و60 جنيه. ولما بحاول ان انا اجيبهم في شهر بيكون نازل عليهم عروض، بيكون سعره رخص، بيكون ب 45 جنيه. ده كنت جايباه بحوالي 45. الحجم بتاعه 120 جرام، حجمه حلو جدا وهيقعد معاكي فعلا مدة طويلة جدا. القوام بتاعه خفيف ومش خفيف قوي ومش كريمي، بصوا يعني شايفين بيتزحلق ازاي. الترطيب بتاعه حلو قوي، خفيف، مناسب جدا للصيف كلوشن، وفي نفس الوقت بيرطب حلو قوي، تحسسك ان ايدك ولا هي مشدوده ولا جافه، ومناسب للصيف لان الصيف مش محتاج ترطيب، بيكون تقيل. وفي الشتاء برضو حلو قوي بعد الشاور. الريحه بتاعت جارديان ما عجبتنيش، يعني ما استلطفتهاش قوي، مش حاسه ان هي ذوقي. هي الريحه مش سيئه ومش وحشه، لا هي الريحه كويسه بس مش من مفضلاتي. اللي كان من مفضلاتي جدا الفانيليا، ولكن للاسف من الحاجات الوحشه اللي بقت بتعملها ماي واي ان في حاجات كانت حلوه جدا اختفت. جربته اكتر من مره وحبيته جدا، وزعلت قوي ان هو ما بقاش ينزل. واللي بالشوكولاته بينزل كل فين وفين، واللي بالورد احيانا بينزل كل فين وفين، يعني هو نازل الشهر ده تقريبا. ده بقى اقدر اقول عليه شكرا ماي واي، لسه نازل جديد من حوالي شهر او شهرين،
شهرين تقريبا بالكتير يعني على ما اعتقد، ومن ساعه ما شفته وانا حابه ان انا اجيبه واجربه. وزي ما انتم شايفين اكيد انتوا عارفين انا حابه اجيبه واجربه ليه. جوز هند، جوز هند يعني انا جوز هند، فانيليا، ايه تاني، زبده كاكاو. انا بموت في الروايح دي. حد بيقول ان الروايح دي شجري، دي في حته لوحدها. الشجري اللي هي الحاجات المسكره المحلويات، تحسوا ان انتوا في بونبون حلويات كده، لكن دي تحسوا انها اللاين لوحدها، يعني تركيبه لوحدها، ما اقدرش احطها في خانه الشجري. زي ما بقول لكم، شكرا ماي واي على الكريم التحفه اللي انتوا عملتوه بتاع جوز الهند. هحط منه، يا نهار ابيض، هحط منه، يا نهار ابيض. انا هحط النهارده كميه كريمات ريحته خطيره، بمعنى كلمه خطيره، ناعمه قوي. شايفين الواحد لما احساس النعومه ده، هي دي ريحه جوز الهند والفانيليا وزبده الكاكاو. ريحه ناعمه، ريحه لطيفه، ريحه مميزه، ريحه ناعمه. يعني اللي اقدر اوصفها في الروايح دي ان هي روايح ناعمه. الحجم بتاعه حلو جدا، لطيف. الحجم بتاعه قد ايه؟ 50 جرام، حجمه بجد حلو قوي. ده ديلايكات، اللي هو العلبه بتاعته اللي هي البني، بس هم عاملين منه الحجم ده وبريحه جوز الهند. ترطيبه عميق فعلا، يعني هو ترطيب عميق قوي. في الشتاء هيبقى حلو قوي قوي قوي، في الصيف لا، يعني هتحس ان ايه، ايدك مزفلطه شويه. فعشان كده خدي منه نقطه صغيره، منها ترطبي ايديكي ومنها تشم الريحه الجميله بتاعته. سعره خطير، سعره 30 جنيه. ويا ريت ماي واي تحافظ على الحاجات الحلوه بتاعتها وما تخفيهاش من الشركه وتفضل موجوده. طبعا الكريم بتاع ديلايكات حبيت ان انا اوريهولكوا برضو، هو طبعا من الحاجات القديمه جدا. اتمنى بقى ان ماي واي ما تخلوهوش ان هو مش موجود، لان انا اساسا بروح ماي واي عشان خاطره، عشان كام حاجه تانية من اللي موجودين، مش حاجات كتير. فده بزبده الكاكاو، زبده الكاكاو الريحه. انا كل ما هشم الروايح دي هحس ان انا هيغمى عليا في الفيديو من جمال الروايح. يخرب بيت الروايح دي. انا لو في برفانات كلها نفس الروايح دي مش هسيبها في حالها، هتبقى كلها ان شاء الله معايا. زبدة الكاكاو حلوة جدا. الحاجة الوحيدة بس اللي مش عاجباني في الكريم ده وهو شكل العلبة اللي عاملة زي بطرمان السمنة دي. كنت بجيب العلبة دي ب10 جنيه لما بتكون غالية، كنت بجيب منها بال3 وبال4. دلوقتي العلبة لوحدها وصل سعرها ل75 جنيه، من 10 جنيه ل75 جنيه. الاسعار بقت ضرب نار. بس بصراحه لما اسعارهم بتنزل شويه بجيب منهم. حجمهم كبير، 150 جرام، بيقعد معايا مده حلوه قوي. لكن دايما انا لازم اجيب ده لان ما لقيتش اللي زيه. من الحاجات برضو اللي هي قديمه في ماي واي اللي هي الشورات دي. الشورات بتاعه فروتي ميلكي زي ما انتم شايفين. الشورات دي احلى حاجات جربتها في حياتي بدون مبالغه. شاور كريم، في شاورات كريم تتباع بره من براندات مختلفه، ولكن ما كانتش والله بنفس الجوده خالص. شركه ماي واي عملتها صح. وده شاور كريمي، يعني لما بتحطيه على جسمك وبتغسلي بيه جسمك كده بيكون فيه ترطيب. بعد ما اسعارهم غليت بقيت استنى عروض اجيب الاتنين دول مع بعض. الحجم بتاعهم 250 ملي، فسعرهم بيكون نازل حلو قوي، فبحب ان انا اجيبهم. سعرهم لما بينزل الاتنين بيكون ب45 جنيه او 50 جنيه. اللي كان زيه كنت على طول بجيبه، اللي هو بريحة الفراولة، كان تحفة، حلو قوي. تحسوا انه فيه بتاخدوا شاور كده بزبادي بالفراولة. الفراولة انا زعلانة انها ما بقتش موجودة. اتمنى لو حد بيشوف الفيديوهات دي من الشركة يرجعوا ريحة الفراولة تاني، مش هتخسروا حاجة. برفان جولدن تاتش. مش كل برفانات ماي واي بحس انها شيك وينفع ان انت تجيبيها، وانا بقى من اكتر الحاجات اللي حسيت فيها بالفخامه والشياكه، واي حد بيشم البرفان ده بيفتكروا ان هو مش حاجه مصريه. دي مش عارفه ازاي. ارخم حاجه في الازازه انها معتمه غامقه كده، لا اعرف البرفان بقى فين ولا خلص ولا ايه. من البرفانات الاليجانت، الحاجه الشيك الشتويه، هي تقيله وشتويه. في الصيف هتتخنقي شويه لان الريحه بتاعته قويه. عايزه شتاء عشان ريحته تناسب الجو، ما تتقلش وما تسخنكيش كده وتحسي ان انتي حرانه. هي تركيبه مختلفه جدا، مميزه جدا، حلوه جدا، سعرها بقى متخلف جدا. نيجي للريحه التانية اللي انا برضو حبيتها قوي. انا لسه ما جبتش واحده تانية، هي لسه فيها شويه. انا محتفظه بالشويه دول عشان افضل اشمها كل شويه لحد ما ابقى اجيب واحده تانية، يعني اكيد ان شاء الله من اللي انا هجيبها تاني، اللي هي برفان حنين. ريحته مناسبه جدا لاسمه، جميله قوي قوي، مميزه زي بتاعه
جولدن تاتش، برضه باحس إنها حلوة للشتا وتقدري تحطيها في الصيف على فكرة، بس مش عارفة أنا حبيتها، ما اعرفش، هي حاسة إنها واخداني في حتة شتوية كده، وريحتها لطيفة جدًا ورايقة وناعمة، قُلت الريحة دي مش هافرّط فيها وعلى طول هاجيبها إن شاء الله. تخيلوا إن كان سعرها حاجة و30 وحاجة و40 جنيه. أنا من عشاق my way من زمان جدًا وأنا باتعامل معاها، أتمنى تكونوا حبيتوا الفيديو واستمتعتوا بيه واستفدتوا بيه كمان، وأقول لكم سلام.